سلام البنات، شوفوا هنايا وصفة البيتزا مع الصوص تاعها وحتى كيفية صنع المايونيز. يعني تجي بنينة المايونيز وخاثرة واقتصادية وما فيهاش البيض. صدقوني البنات وصفة روعة. نبدأ هنايا أولا بطريقة تاع العجينة. عندي كأس حليب دافي وعندي كأس ماء دافي. عندي هنا ملعقة سكر وملعقة ملح وملعقة خميرة نتاع الخبز. في هذه المرحلة تقدر تضيفي حبة تاع بيض، يعني تخلطيها مع هذه المقادير هذه راح تجيب بنينة أكثر. وهنايا بعد ما خلطناهم جيدا راح نضيفوا يعني ربع كأس من الزيت. تحبي تضيفي زيت زيتون، تحبي تضيفي زيت عادي، لك الاختيار. وبعدها نحركوهم جيدا ونخلوهم يعني يتفاعلوا مع بعضهم مدة ربع ساعة حتى تشوفي الخليط دار فقاعات. يعني في هذيك المرحلة تقدر تضيفي الفارينة. وهنا الفرينة لازم تضيفوها بالتدريج فقط، يعني لازم تخلوا العجينة تاعكم تكون تتلاصق في اليد كيما العجينة تاع السوفلي والعجينة تاع البيتزا. لازم تكون العجينة تاعهم يعني ماشي ناشفة، تكون تتلاصق. هذا السر يعني الأول تاع العجينة تاع البيتزا أو السوفلي في زوج يعني. وهنايا تقدر تضيفي ملعقة تاع زبدة أو السمن يعني تجي طرية. وبعد ما لمينا العجينة نقطوها ونخلوها ترتاح حتى يضاعف حجمها. وكل ما تطلع العجينة ادهني يدك بشوية تاع زيت وهبطي لها الخمور. وهذه العملية أعمليها 3 مرات. وهنا بالنسبة للمايونيز أنا خدمته بلا بيض. يعني درت فنجان حليب في الطاس تاع الميكسور. أنا استعملت حليب تاع كونديا وانتي أي حليب عندك تقدري تستعمليه. ودرت معاه 2 فناجل تاع زيت، يعني فنجال ب2 فناجل، يعني فنجال الحليب ب2 فناجل تاع زيت. الزيت ضيفيه بالتدريج. والميكسور يعني كي تكوني تخلطي الميكسور خليه على استقامة واحدة حتى تشوفي المايونيز تاعك كامل تخلط وطلع. خلطي مدة 7 دقائق. وبعدها ضيفي شوية تاع ثوم مكرفش وشوية تاع ملح. وإذا حبيتي المايونيز تاعك يجيك خاثر بزاف ضيفي 1 أو 2 فرماج تاع المثلث، راح يجي بنين وخاثر وراح يجي كيما اللي يتباع ولا أحسن منه كذلك. نروحوا للصلصة تاع البيتزا البنينة والعاقدة وتجي حمرة كذلك. خذي كمية تاع طماطم حب وكرفشيها في الجهة الرقيقة كامل. وبعدها حطيها في قدر تغلي مليح. ما تضيفي لا ملح لا ماء، خليها طيب حتى يتبخر كل الماء تاعها. وبعدها ضيفي شوية تاع ثوم مكرفش وملعقة كبيرة طماطم مصبرة وملعقة تاع هريسة. طبعا إذا كنتي من محبين الحار. وفي الأخير ضيفي اللمسة تاع الزعتر اليابس، يعني تعطيها بنة وكذلك تعطيها الذوق كما تاع المحلات. شوفوا هنا البنات عندي الصلصة وعندي الفرماج المكرفش وعندي كمية تاع زيتون أسود وعندي هنايا المايونيز. شوفوا العجينة هنايا أنايا خليتها اختمرت 2 مرات وهذه المرة الثالثة. باستعمال الزيت قسمتها إلى 6 كريات أو خبيزات. جتني 6. أنا بديت بهذه الخبزة هذه حليتها في الصينية. لازم هنا ترقوها لانها راح تزيد تطلع في الفرن. وهنا نبسط فيها بايدي كما راكم تلاحظوا، يعني انا ما استعملت لا زيت لا فرينه. وبعدها راح نضيف كميه تاع الصوص. هنايا الصوص لازم توزعوه على كامل العجينه. شوفوا هنا البنات لاصوص كيفاش جات خاثره وجات حمراء. يعني السر تاع الحموريه تاعها لازم يكون الطماطم فريش ويكون احمر، ويعني تضيفي هذيك الملعقه تاع الهريسه راح تعطي هذه الحموريه هذه. وانا بعد ما وزعت كامل لاصوص على الخبيزه تاعي راني نضيف في حبات تاع الزيتون يعني. وهنايا اذا كان عندك لحم مفروم يعني لحم فيونداشي طايب ضيفيه في هذه المرحله. اي خضره ولا اي لحم عندك او دجاج يعني كذلك يعود طايب ضيفيه في هذه المرحله هذه. وضيفي الفرماج المكرفش فوق العجينه. وبعدها خليها ترتاح يعني تختمر. وهنا انا حندير معكم واحده اخرى. هنايا العجينه قد ما ترتاح راح تعطيك الطوع انك تحليها بسهوله. وهنا انا نزين في الحبه الثانيه راح نخليهم يختمروا مع بعضهم. شوفوا هنايا انا خدمت 4 خبيزات راح نخليهم يختمروا حتى يتضاعف حجمهم. وبعدها نبدا نطيب بالزوج في فرن ساخن على درجه حراره 200 درجه مئويه. حنطيبهم من الاسفل. شوفوا هنايا البنات بعد ما طابوا شوفوا القوام تاع العجينه راها بنينه بزاف بزاف وتجي طريه وفي نفس الوقت مقرمشه. بالنسبه للبنات المبتدئات اي وحده يعني تحوس على وصفه تاع البيتزا نتمنى تشوف هذا الفيديو من الاول للاخر.
لان هذا الفيديو فيه طريقه تاع العجينه وطريقه تاع الصلصه والطريقه تاع المايونيز. كاين بعض الاخوات حاطين طريقه تاع العجينه فقط، يعني تشوفي العجينه وتبداي تحوسي على طريقه تاع لاصوص والطريقه تاع المايونيز. انا وفرت عليكم كل هذا الجهد وجبت لكم وصفه تاع البيتزا البنينه والزاكيه، يعني تقدر ديريها كوجبه عشاء، راح تكفي كل عائله وراح تعجبهم البنه اكيد، وراح تكوني تعتمديها في البيت انا متاكده، لانها وصفه رائعه وتجي بنينه. البنات شوفوا هنايا القوام تاع العجينه يعني جا بنين وجا خفيف ومقرمش. البنات ما تنسونيش باللايك، واللي مش مشتركه نتمنى منها تخلي لي الاشتراك تاعها. شوفوا هنا البنات انايا خدمت 4 خبيزات يعني على شكل 2 مربع و2 دوائر، وقعدوا لي 2 خبيزات عملتهم على شكل خبيزات يعني صغار، يعني ميني بيتزا كما راكم تلاحظوا. في الاخير ما تنسوش تخلوا لي لايك وتخلوا لي اشتراك، وكذلك ما تنسوش تجربوا هذه الوصفه وبهذه الطريقه بالذات. ولا حبيتوا يعني تزيدوا كما كنت حكيت لكم من البيض في العجينه راح تجي بنينه وراح تجي خفيفه. وفي نهايه الفيديو نتمنى تجربوا كل وصفاتي والسلام.